طبعا مثل ما هو موضح بالعنوان والصورة مال الفيديو، سعد المجرد السجن 6 سنوات. هلا من جديد. سعد المجرد اللي ما يعرفه هو مغني مغربي مشهور وكلش قديم، بس شهرته مو بس بالاغاني، جرائم الاغتصاب والعنف هم نقدر نقول. سنة 2010 تحديدا في امريكا تم سعد المجرد وبنت قالت انه اعتدى عليه. الاتهام تنازل عنه، لان تعرفون نقدر نقول كل مشهور يجوا اشخاص ويقولون انه اعتدى علينا فقط ليجلبون الانتباه. زين بعد مرور 5 سنوات هالمرة فرنسا شابة فرنسية مغربية قامت بدعوى ضد سعد المجرد من وتدعي انه اعتدى عليها وضربها ايضا بالدار البيضاء. بعد سنة ايضا اتهم سعد المجرد من قبل فتاة عمرها 20 سنة هم اعتدى عليها وهم ضربها بغرفة فندق في باريس، وهالمرة قال لحد ابريل 2018 لحد ابريل 2017. وبعدها القضاء وافق بإطلاق سراحه ولكن بارتداء زوار معاه اللي هي هذه صورته صراحة ما ادري شو اسمه. وتدري اغنية غزالي اللي نزله سعد المجرد حكم عليها لمدة 24 ساعة لان بين ان الاغنية لها علاقة بقضايا الاغتصاب. والان في 2023 انسجن سعد المجرد بسبب القضية اللي ب 2016 وصفها القضاء فعلا قضية الاغتصاب وليس الاعتداء الجنسي. يعني كلش مبين اكثر من مرة سوى نفس الجريمة، عدة قضايا من نفس النوع من الجريمة، ف 9000% هو اللي سوى الجريمة. واذا مصدق كلامي او متفق وياه فالقضاء حكم عليه لمدة 6 سنوات داخل السجن. انت شنو رايك بهذا الموضوع؟ وبس نوصل لنهاية الفيديو، لايك واشتراك لو عجبكم محتوى القناة. مع السلامة.